حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل مع بعض النموذج الخامس من مادة الدراسات الاجتماعية، كتاب الأضواء. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة. هنا عندنا رقم 1 الخريطة. رقم 1 في الخريطة فين؟ هنا دوت مضيق ايه؟ ده مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق. طيب هنا تاني حاجة قالك خليج ايه؟ هنا قلنا عمان، يبقى هنا اللي جنبها على طول خليج عمان. دولة توجد بها صناعة المنسوجات. ايه الدولة اللي بتوجد بها صناعة المنسوجات؟ طبعا احنا عارفين بلدنا مصر هي دي، يبقى مصر. دولة تقوم فيها تربية الإبل. فين الدولة اللي بتقوم فيها تربية الإبل؟ طبعا احنا عارفين ان ديت الصومال، يبقى الصومال. الصحراء رقم 5 طبعا الصحراء الكبرى. تمام كده الخريطة خلصت. برهن على صحة العبارة الآتية: تسعى الدول العربية للنهوض بالتجارة البينية. طبعا السؤال ده مهم ووارد ان هو يجيلنا طبعا في الامتحان. هيبقى الإجابة عليه من خلال تسعى الدول فعلا من خلال 1. تنوع الصادرات وتنميتها خاصة غير النفطية. يعني الصادرات هينوعوا في الصادرات، بس الصادرات غير النفطية، يعني اللي مش بتشمل البترول والغاز الطبيعي والحاجات دي، كل دي اسمها صادرات نفطية. فهم هينوعوا في الصادرات الغير نفطية. ايه تاني؟ انشاء العديد من التجمعات العربية. تالت حاجة معانا إقامة معارض سنوية ودائمة لإيه؟ للدعاية للمنتجات العربية. تمام كده، يعني احنا كتبنا له كذا نقطة كمان اهو معانا. السؤال التاني معانا: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أطلقت دولة السعودية مبادرة لزيادة المساحات الخضراء عن طريق مدينة ايه؟ سنة 2022 عن طريق مدينة نيوم الخضراء. برافو. أشهر المراكز التجارية الإسلامية قديما. إيه أشهر المراكز التجارية اللي كانت موجودة قديما؟ كانت جدة وصنعاء. سمع حد بيجاوب؟ رقم 3 معانا: من القطاعات ذات الصلة بالسياحة. يعني إيه القطاعات اللي ليها علاقة بالسياحة؟ زي ما قلنا قبل كده، اللي بتشتغل أو بتدعم مجال السياحة، قلنا شركات الطيران والفنادق. طيب تقع محمية أرز الشوف بدولة ايه؟ محمية أرز الشوف بتقع بدولة لبنان. ب. ماذا يحدث إذ لم يقم أهل مكة برحلتي الشتاء والصيف؟ ايه اللي هيحصل لو ما كانوش أهل مكة عملوا رحلتي الشتاء والصيف؟ ايه اللي كان هيحصل؟ 1. لم تشتهر مكة بالتجارة. ممكن كمان نقول لم تكن حرفة التجارة هي السائدة في أهل مكة. تمام، يعني ما كانتش هتبقى حرفة التجارة هي السائدة أو المعروفة في أهل مكة. السؤال الثالث معانا: أكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. تكونت بعض الأودية الجافة نتيجة لحركات باطنية تعرضت لها الأرض. لا طبعا هي مش نتيجة حركات باطنية، لأن الأودية الجافة تكونت بفعل إيه؟ جفاف الأمطار، قلة الأمطار. إنتاج اللحوم الحمراء لا يكفي استهلاك السكان في وطننا العربي. إنتاج اللحوم طبعا هو مش بيكفي استهلاك وطننا العربي، لذلك لجأوا للدواجن وللأسماك كبديلة للحوم الحمراء. أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة هي دولة قطر. لا طبعا هي مش دولة قطر، هي دولة الجزائر. اختير عمرو بن الخطاب رضي الله عنه كخليفة المسلمين بناء على رأي فردي. لا طبعا هو مش رأي فردي، هو كان بناء على الشورى ورأي المسلمين. يقل المدى الحراري في معظم الصحاري الكبرى بالوطن العربي. يقل المدى الحراري في معظم الصحاري. لا طبعا هو مش بيقل. الصحاري طبعا بتبقى المدى الحراري بتاعها مرتفع، لأن درجات الحرارة بتبقى فيها أعلى لأنها قريبة من مدار السرطان، من دائرة الاستواء. بما تفسر أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي ايه؟ طبعا بتستخدم كطرق للتجارة
المواصلات قصدي، وكمان الحصول على المياه الجوفية. السؤال الرابع معانا، اكتب ما تشير اليه العبارات الآتية. مكان اتفقت فيه قريش. السؤال الأول معانا، مكان اتفقت فيه قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من الهجرة. ايه المكان اللي اتفقت فيه قريش؟ هو دار الندوة. زيارة المواقع الأثرية والتراثية ده بيسمى ايه؟ زيارة المواقع الأثرية والتراثية دي سياحة ترفيهية، سياحة ثقافية، سياحة ثقافية، لأن أنا بتعرف على ثقافات الدول وبتعرف على التراث بتاعها والمواقع الأثرية اللي موجودة فيها، فدي بتديني ثقافة، فهي اسمها سياحة ثقافية. زراعة لا تعتمد على وجود تربة وتستهلك كمية مياه أقل من الزراعة التقليدية. طبعا الزراعة المائية. النظام أنشئ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. أول ما أشوف الحفاظ والأمن على سلامة المواطنين هقول إيه؟ طبعا تنظيم الشرطة. به معانا، رتب الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث. السؤال ده طبعا بيبقى سهل جدا ومعظمنا بيبقى شاطر جدا فيه. الهجرة إلى الحبشة، نزول جبريل عليه السلام بدعوة الإسلام، السرية، الدعوة السرية، الهجرة إلى يثرب. مين أقدم حاجة حصلت؟ طبعا نزول جبريل عليه السلام بدعوة الإسلام، بعد كده كانت الدعوة سرية، بعد كده ايه اللي حصل؟ الهجرة إلى الحبشة، دي كانت تالت حدث بيحصل، رابع حاجة الهجرة إلى يثرب. وكده يا حبايبي يبقى الامتحان بتاعنا خلص، وإن شاء الله أشوفكم في نموذج جديد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان توصل لكم كل جديد.